هنعمل شوية بانيه النهاردة مقرمشين من بره وطري ولذيذ من جوه. هنقدمها مع سلطة الافوكاتو. عايزين بقى مكرونة عيش اللي انتوا عايزينه. سلطة الافوكاتو دي تحفة، بس ما عملتهاش في الفيديو ده، هعمل لكم ليها فيديو مخصوص. شايفين الفراخ بيضة من جوه ازاي وتحفة وطرية جدا ومقرمشة. سمعكم دلوقتي صوت القرمشة اللي بره عشان تصدقوني. هقول لكم دلوقتي سر القرمشه الخطيره الفظيعه دي من بره، وازاي طريه وعامله كفر تحفه كده. السر كله في كوبايه الكورن فليكس اللي احنا هنطحنها ناعم جدا دلوقتي. كوبايه كورن فليكس من غير اي نكهات ولا شوكولاته طبعا ولا الكلام ده كله، وهنطحنها ناعم جدا. شايفين؟ هي دي الطحنه اللي احنا عايزينها، ناعمه جدا. عايزين نخلي فيها شويه خشنين مفيش اي مشكله، بس انا عايزاها في الوصفه دي ناعمه جدا عشان تختلط بالنشا وتختلط بالبقسماط وبقيه المكونات. بقيه المكونات هيبقى معايا معلقتين نشا، معلقه بصل بودر، نص معلقه توم بودر، ونص معلقه او ربع معلقه فلفل اسود. احنا مش هنحط ملح لان البقسماط اللي معايا عليه الملح بتاعه. هنقلب بقى كل المكونات دي ببعض وهنحط البقسماط بتاعنا. البقسماط ده اسمه بقسماط جاهز، متبل. هتلاقوه في اي سوبر ماركت. هو عليه الملح وعليه البهارات بتاعته كلها. انا حطيت البهارات دي عشان الكورن فليكس والنشا ما عليهمش اي حاجه، والثوم البودر والبصل البودر بيعززوا النكهه وبيخلوا الطعم حلو. دلوقتي بقى هنعمل التتبيله اللي احنا نتبل بيها الفراخ من جوه. هيبقى برضو نفس المكونات: بصل بودر معلقه كبيره، ومعلقه توم بودر، وربع معلقه فلفل اسود، وهنملح الملح يعني حسب الرغبه، وهنحط علبه زبادي. علبه الزبادي دي بتفرق جامد في الطعم. هنحط معلقه صويا صوص ومعلقه خل. هنقلب كل الخلطه الجميله دي في بعض، ونخلي بالنا الصويا صوص حادق فما نكترش ملح. لو احنا حابينه حادق شويه ما نكترش ملح برضو لان الصويا صوص هيحدقه. هننزل كل الفراخ اللي معانا وهنقلبهم بقى كويس جدا في الخلطه الجميله دي. نسيبهم على الاقل ربع ساعه في التلاجة او نص ساعه. كل ما نسيبها اكتر كل ما هتشرب من التتبيله الحلوه دي اكتر واكتر. لو عملناها قبلها بليله هتبقى احسن بكتير. هنحط بقى بيضه ساعه الاستخدام على طول. هنحط البيضه وهنقلبها كويس جدا لغاية ما تمتزج بكل الخلطة الجميلة دي. كل الفراخ يوصل لها من البيضة دي، بيضة واحدة مش اكتر من كده. خلاص قلبناها كويس جدا كده. هنحط بقى في البقسماط على طول. يبقى البيضة دي قبل البقسماط على طول. هنطلع قطعة وبعد كده هنطلعه كله طبعا ونتبله كله، وهنضغط عليه كويس جدا عشان الكفر يلزق. وبعد كده هنرصه. لو احنا هنحطه في الفريزر هنحط اكياس فواصل بينه. لو احنا مش هنحطه في الفريزر عادي ممكن نحطه فوق بعضه، نتبله كله على بعضه وبعد كده نقليه. هنضغط كويس جدا زي ما انا بضغط كده عشان الكفر بتاعه ما يفكش في الزيت. وبعد ما نخلصه كله هنحطه في التلاجة نص ساعة على الأقل. هنسيبه نص ساعة في التلاجة ونطلعه نقليه على طول. كده بقى هنرش الصينية اللي احنا هنرص عليها الفراخ بالبقسماط، وهنرص الفراخ البانيه. انا عشان هقليه كله طبعا ما حطيتهوش في علب او حطيت بينه فواصل. انا لا هقليه على طول فهو مش هيلحق يلزق في بعضه. كل رصه ورصه برش شويه بقسماط برضو عشان اضمن اللي هو ما يلزقش في بعضه. دلوقتي هجيب الحاجه اللي انا هقلي فيها. انا جايبه حله عشان ما توسخش البوتاجاز او الزيت يطرطش عليها، فانا بضمن الموضوع ده اللي انا بقلي في حله. نستنى الزيت لما يسخن وبعد كده ننزل البانيه ياخد اللون الذهبي الخطير ده. بجد قرمشه رهيبه ومش شارب زيت وتحفه وطري جدا من جوه، والكفر بتاعه ما فكش خالص في الزيت. لو اتبعنا الخطوات بالظبط هنضمن ان الكفر ما يفكش ونضمن القرمشه. ومش عايزه اقول لكم الطعم الخطير من خلطه البهارات اللي انا عاملاها. حلو جدا، جربوها هتعجبكم جدا. هتعتمدوها على طول في طريقتكم في البانيه. حلوه قوي وقدمتها مع سلطه الافوكاتو. هعمل لكم فيديو ليه. او ممكن تعملوا اي صوصات جنبه، كان مايونيز او كاتشب او اي صوصات انتوا عايزينها، وهيبقى حلو جدا وماشيه معاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير عشان ناس كتير تستفاد. ولو على اليوتيوب ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.